وكان القدر رحيما بأمين وأمينا معه، إذ كتب الله له مع ناديه الأهلي نهاية هائلة لحياة رياضية حافلة استمرت 13 عاما، ونجمنا يتخطى عقده الثالث بسنوات 4. عاد كابتن النادي الأهلي وثعلبه يحمل كأس الخليج إلى مطار الملك عبد العزيز ليكون الشعلة الأكثر توهجا في موكب النصر الذي أعده الأهلاويون مع جمهور الكرة السعودي الوفي لاستقبال أبطال الخليج السعوديين بدعم ورعاية قادة الأهلي ورجاله المخلصين. مواكب اختلطت فيها الدموع بالبسمات والأماني بالذكريات، فراحت النجوم تزداد ألقا وأخذت روابي جدة تمتلئ عبقا. وفيما كان النادي الأهلي وجمهوره يعيش ليلة أخرى من ليالي النصر، كانت سحب الوداع تتحرك خلف غبار الموكب الأهلاوي الظافر، تبحث عن الكابتن الملتحي حامل الكأس الذي قال له فيصل بن فهد بالأمس في دبي وهو يشد على يديه: اليوم يومك يا دابو. كان دابو يعلم وهو يراقبها تقترب منه أن هذا النوع من السحب عادة ما يمطر وداعا أخضر، وقد أخذت مروج عقله وبساتين قلبه في إيمان وقوة تستعد